ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهارده زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل معاكم شيش طاووق. اكله حلوه جدا وتنفع في الصيف بقى والحر اللي احنا فيه. طب زينا بقى من الطبيخ بقى والاكل بقى اللي بصلصه. نعمل كده حاجه خفيفه الولاد بيحبوها والكبار كمان. زي ما انتم شايفين، انا معايا هناك كده كيلو صدور متقطعه مكعبات، ومعايا عصيان الشيش طاووق، ومعايا معلقتين صلصة وخل وصويا صوص وزيت، ومعايا برضو البهارات دي هقول لكم برضو دي فيها ايه. ودي كوباية لبن رايب. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. ومعانا المكونات دي كلها، ومعانا كمان بصل وفلفل وفلفل حامي. وهنروح على الكبة. هحط فيها بصلة صغيرة كده، وهحط كمان فلفل اخضر كده من الفلفل الحامي اللي معايا. دي هتبقى التتبيله بتاعه الشيش اللي هحطها على الصدور الفراخ عشان تبقى تديها طعم مع التوابل اللي هنحطها. احطها في الكبه واضربها كده زي ما انتم شايفين، افرمها. نفرمها كويس جدا ناعم. لو ما عندكيش الكبه مفيش اي مشكله، هتاخدي البصله ديت على المبشره وهتبشريها ناعم كويس جدا. وقرن الفلفل هتدقيه يا اما هتقطعيه، مفيش اي مشكله. تمام. نضربهم كويس على الكبه. كل بقى اللي سألني على الكبة ودخل على الفيديو بتاع الكبة، الكبة جميلة جدا وعملية، وهعمل لكم بيها حاجات كتير في الفيديوهات الجاية. انا هنا بقى ضربت البصل زي ما انتم شايفين كده، وحطيت كمان معايا معلقة صلصة كبيرة زي ما انتم شايفين كده. لو عندك كاتشب مفيش مشكلة، الموجود حطيه. تمام. اقلب ده كله، نقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى ناخد معلقة خل، معلقة من الخل نحطها. تمام. ومعلقة زيت، ومعلقة صويا صوص. الغطا بتاعها كان مقفول، نفتحه بس. دي بقى الصويا صوص دي بقى بتديها لون غامق، وبتديها طعم تحفة جميله جدا وحلوه قوي في المشويات. ودي التوابل بقى بتاعتنا. بصوا بقى، دي عباره عن معلقه بابريكا صغيره، معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه شطه، مع لو انت بتحبي الحاجه سبايسي، والملح بس المعلقه كبيره. وكمان مكعب مرقه وحطيته. يعني البهارات كل ما تكتري كل ما تبقى جميله جدا. وكمان معلقه صغيره من التوم البودر ومعلقه صغيره من البصل البودر. تمام. حطيت زي ما انتم شايفين كده شويه من اللبن الرايب. تمام. لو انت عندك زبادي مفيش مشكله، المتوافر عندك اي حاجه من الحليب او اللبن او الزبادي، دي بترطب الانسجه. وبصوا بقى معايا مين في الفيديو. سندس طبعا انتوا عارفينها. كل طبعا اللي متابع القناة من الأول عارف سندس. ان سندس طبعا هي اللي كانت بتطلع الأول على القناة. زي ما انتوا شايفين بقى طلعت معاكم النهاردة مفاجأة. النهاردة سندس طلعت معايا في الفيديو ده. اللي بقى بيحب سندس بقى ومتابعها و عايز يشجعها، عايزين بقى نعمل لايك كتير للفيديو النهاردة عشان خاطر سندس. ويا ريت كمان اللي ما اشتركش في القناه يشترك. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه عصيان الشيش طاووق، حطاهم في كوبايه ميه. طبعا انت بتعملي كده ليه الحركه دي؟ عشان خاطر العصيان دي هتتعرض تاني للحراره في الفرن، فعشان ما تتحرقش، او يعني نحافظ عليها شويه من هي ما تتحرقش او تطلع ريحه وهي في الفرن. تمام. زي ما انتم شايفين كده سندس عملت بقى
واحده كده قدامكم اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا عارفين ان الشيش عندي طبعا فلفل الوان، وعندي بصل متقطع، وعندي طماطم متقطع. اي خضار عندك اعمليه. طبعا في ناس بتحب تحط له فلفل بس، اللي هو الاخضر الاحمر الاصفر. في ناس بتحب تحط الطماطم والبصل زينا كده. انا بحب اعمله كده بكل الخضار. بصل بحب احط له بصل، وبحب احط له الطماطم، وبحب احط له الفلفل. يعني انما في ناس ما بتحبش تحطه الا فلفل بس. بس زي ما انتوا شايفين كده بيبقى شكله تحفة. من الطماطم والخضار بيبقى كامل مع بعضه كده، بيبقى شكله جميل جدا وظريف. وزي ما انتوا شايفين انا وسندس اهو بنعمل مع بعض. زي ما انتوا شايفين بقى الخلطة دي تحفة تحفة تحفة. مش عايزة اقول لكم كان فظيع فظيع فظيع. قد ايه بقى هو متشرب بقى منها، كان جميل جدا. بصوا بقى انا وسندس كنا بنعمل بقى مع بعض. طبعا هي صغيرة بس هي بتحب المطبخ جدا. زي ما انتوا شايفين اهي هي بدأت تعمل. هي بقى راحت تغسل ايديها عشان هي بقى يعني هي كان بتعمل بقى على قد ما بتقدر كده. فانا ايه قلت لها اغسلي بقى ايدك يا سندس، وبصي عليا انا بعمل ازاي واعملي زيي. زي ما انتوا شايفين كده اهو جميلة جدا. شكله كفاية شكله، يعني شكله فظيع حلو جدا. وطبعا احنا في الحر بقى عايزين اكلات بقى مشاوي بقى واكلات صيفيه كتير. وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه كلها ان شاء الله باذن الله معظمها هيبقى الاكل الحلو الجميل ده. بصوا بقى احنا خلصنا كل الكميه الموجوده. بصوا بقى سندس بتقول لكم حطوا لايك حطوا لايك. بصوا بقى جميله جدا. خلاص كده انا هدخلها كده الفرن. ويا ريت بقى اللي ما اشتركش في القناه عشان خاطر سندس بقى يشترك. وطبعا مش هفكركم ان انتوا تدوسوا على اللايك والاشتراك في القناة و تشع... وت... او زي ما انتوا شايفين كده احنا خلاص كده خلصنا الكمية كلها زي ما انا قلت لكم. احنا هندخلها بقى الفرن. شايفين بسيط وسهل وما خدش وقت خالص في عمايله وجميل جدا. طبعا انا عامله جنبه رز الهندي وهوريه لكم دلوقتي شايفين الشيش طاووق هو خلاص دخل في مرحله السوا. خلاص انا قربت اطلعه من الفرن. زي ما انتوا شايفين بقى كده بدأ بقى يحمر بقى ويشوي معايا. وكمان بقيه التتبيله كلها حطيتها عليه. شكله جميل جدا وشكله حلو خالص. تمام. هنا بقى الشيش طاووق بتاعنا بعد ما طلع شايفين شكله جميل ازاي. شكله حلو جدا وريحته كانت جميلة جميلة جميلة. الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة خفيفة وظريفة ووصفة سريعة جدا. تقدري تعمليها في اي وقت. وهنا بقى بعد ما غرفت الرز الهندي المبهر ده رز مصري عادي جدا وبحط له توابل. لو حابين الطريقه اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا اعمله لكم لوحده في فيديو. وهنا خلاص انا خلصت الشيش طاووق بتاعي. يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك للفيديو لو عجبكم والاشتراك في القناه اللي ما اشتركش. واستنوا مننا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.